في قلب حديقة خضراء عاش الأخوان عمر وكريم. في أحد الأيام وجدا مخلوقاً غريباً يتدلى من غصن شجرة. كان خفاشاً صغيراً ينام بهدوء ورأسه للأسفل. همس كريم بدهشة: إنه ينام بالمقلوب، لماذا يفعل ذلك يا عمر؟ قرر الأخوان مراقبة صديقيهما الجديد، ومع حلول المساء استيقظ الخفاش وفرد جناحيه الكبيرين، ثم طار برشاقة في السماء المظلمة، فراقبه الأخوان بانبهار. في اليوم التالي بحثا عن إجابة في كتاب كبير. قرأ عمر بصوت عال: تنام الخفافيش بالمقلوب لأن أقدامها مصممة للتعلق، وهذا يساعدها على الطيران بسرعة عند الشعور بالخطر. وأضاف كريم بحماس: والكتاب يقول أيضاً إنها تستخدم صدى الصوت لترى في الظلام، إنها مثل الأبطال الخارقين. أدرك الأخوان أن ما يفعله الخفاش ليس غريباً، بل هو جزء من طبيعته. إنها غريزته التي تساعده على البقاء، تماماً مثل الطيور التي تبني أعشاشها أو الأسماك التي تسبح. ومنذ ذلك اليوم تعلم عمر وكريم درساً مهماً: أن لكل كائن في الطبيعة طريقته الخاصة في الحياة، وأن هذه الاختلافات هي ما تجعل عالمنا مكاناً رائعاً ومليئاً بالعجائب.